عمو لو سمحت يا عمو، ممكن جنيه يا عمو؟ يلا يا حبيبي من هنا يا حبيبي، عايزين نشوف شغلنا مش جو شحاتة هو. والنبي يا عمو انا ما اكلتش حاجه من امبارح يا عمو. يلا يا حبيبي مشي من هنا، هي بقت مهنة ولا ايه؟ انت يا ولد تعال هنا. نعم يا عمو. بتعيط ليه يا حبيبي؟ انا ما اكلتش حاجه من امبارح يا عمو، وعايز اجيب اي حاجه كلها. يا حبيبي انت ما اكلتش حاجة خالص؟ لا يا عمو، ومحدش راضي يديني حاجه خالص. الله، امال فين بابا وماما؟ ياه، انا ما اعرفش حاجه خالص عنهم يا عمو، اصل انا كنت ضايع منهم. ومحدش يا ابني جه يدور عليك؟ انا كل يوم يا عمو باجي السوق هنا يمكن اقابلهم، لان انا كنت ضايع في السوق ده. خلاص ما تزعلش يا حبيبي، انا هجيب لك اكل وباذن الله هنلاقي بابا وماما. انا اللي غلطان، لو كنت بسمع كلامهم هم قالوا لي ما تروحش بعيد. بتعيط ليه تاني يا حبيبي؟ يا ريتني كنت سمعت كلام بابا وماما، هم قالوا لي ما تروحش بعيد، بس انا رحت اتفرج على الراجل بتاع العصافير، بس هم ما حدش فيهم جاي يدور عليا تاني. هم ما كانوش عايزيني ولا ايه؟ لا لا يا حبيبي اكيد عايزينك، بس هم هتلاقيهم مش عارفين انت فين. يا رب يلاقوني تاني عشان اشوفهم. طب قولي بقى، انت بتنام فين؟ انا بنام في الشارع يا عمو. يا خبر، بتنام في الشارع وفي الساعة ديت؟ ما انا ما اعرفش مكان البيت يا عمو فين، مش بلاقي حد العب معاه خالص، محدش بيرضى يلعب معايا. ولا يهمك ما تزعلش، انا هخليك تلعب مع الواد ابني. بس هو ممكن ما يرضاش يلعب معايا. لا لا ما تقلقش، هو هيلعب معاك وهيحبك جدا. كان في واحد نجار حب يصلح باب الدار، ايش لونه احمر. ازيك يا واد يا احمد يا ابني؟ ايه بابا جه. ايه يا بابا، جبتلي الشوكولاتة اللي قلتلك عليها؟ طبعا يا حبيبي انا جبتها لك، وجبت لك كمان حاجة. ايه يا بابا، ايه يا بابا، جبت ايه تاني؟ جبت معايا اسامة هيلعب معاك. مين اسامة ده يا بابا؟ ده بقى يا سيدي هيبقى صاحبك الجديد، والعبوا مع بعض بقى وحبوا بعض. انا هطلع بقى انا عشان اشوف ماما وتعمل لكم الاكل. ازيك، انا احمد. وانا اسمه اسامة. تيجي نلعب استغماية يا اسامة؟ اه يلا، ده انا بحبها قوي. خلاويص. لسه. خلاويص. لسه. اجيب البوليس. لسه. والله يا حاجة الولد صعب عليا، ده بيقول لي ده بينام في البرد. والله يا حاجة هو برضه صعبان عليا، بس انت عارف الحال من بعضه، هنربي كمان عيل، التكاليف هتبقى زيادة قوي يا ابو احمد. يا ست سيبيها لله، خلينا ناخد ثوابه. والله يا ابو احمد اللي انت شايفه، الشورى شورتك يا اخويا. خلاص توكلنا على الله، وانا برضه هطلع اسأل على اهله واعرف هما فين. ماشي يا اخويا، يبقى برضه كتر خيرك. يلا يا ولاد تعالوا كلهم يلا. ايه هناكل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضل يا استاذ. والنبي يا اخ انا عايز استفسر عن حاجة بس. اتفضل اتفضل. انت عارف الولد اللي اسمه اسامة اللي بيشحت في المنطقة هنا؟ عارفه، ده ولد غلبان جدا. الا ما تعرفش فين اهله؟ ياه، ده حكاية طويلة من زمان قوي. في ايه بس يا حاج عادل، انت قلقتني على فكرة. هو في الحقيقة الولد كان تايه من ابوه وامه، بس ابوه وامه عملوا حادثة بالعربية وماتوا، واحنا خفنا نقول للواد احسن يزعل ولا حاجة. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. الولد لو عرف حاجة زي كده ممكن يروح فيها ولا حاجة. ايوه فهمتك يا حاج عادل، شكرا ان انت جاوبتني على السؤال ده. الولد ابوه وامه طلعوا متوفيين في حادثة عربية. يا حبة عيني، وقاعد من غير ابو وامه لحد دلوقتي. لازم ما نقولوش على الحقيقة، الولد ممكن يزعل ولا حاجة. طب وايه العمل دلوقتي؟ احنا هنربيه وهنكسب فيه ثواب، وربنا هيعوضنا خير بإذن الله. بإذن الله يا حاج، ربنا يجعله في ميزان حسناتك. والبركة فيكي برضو، انت هتربيه وهتخليه زي ابننا احمد. بإذن الله، ربنا يقدرني اللي فيه الخير بإذن الله.